السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم طبق خفيف، طبق كلنا بنحبه، الكشك المصري. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بقى هنا هعملها، غسلت الرز كويس قوي وهحط عليه الشوربه وهسيبه يستوي. حطيت بقى هنا الشوربه على الرز وهسيب بقى الرز لما يستوي، وهو في نفس الوقت برضو هولع على اللبن يغلي عشان اول ما الرز ما يستوي هنزل عليه باللبن. الرز بتاعي استوى، هحط بقى عليه اللبن. هحضر بقى هنا النشا. معايا بقى هنا دي معلقه اختياريه، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك. معلقه قشطه. قبل ما احط النشا هحطها. بتدي برضو طعم حلو قوي. حط بقى هنا شويه مع شويه ميه معلقتين نشا وهحطهم عليه. نخلي بس ايدينا فيه عشان ما يكلكعش. بس هو ابتدى يتخن. اول بقى ما وصل للقوام اللي انا عايزاه طفيت. انا مش عايزاه تقيل قوي عشان لما بيبرد كمان بيتخن، فهو كده قوامه حلو جدا لانه هو هيتخن بعد ما بيبرد. هعمل ايه دلوقتي؟ هقلله بقى البصله بتاعته. هقلي بقى هنا البصله. الكشك بقى ده من الاطباق يعني بصوا اللي مفيش حد ما بيحبوش بصراحه، طعمه حلو جدا يعني. هسيب بقى البصله بتاعتي تتحمر وارجع لكم. البصله بتاعتي خلاص هنا بقت لونها ذهبي حلو، هحطها بقى على الكشك. حطيت بقى هنا البصل على الكشك وقلبته كويس، وشلت حبه من البصل من غير سمنه علشان ارشهم على الوش. تعالوا بقى نقدمه. وده شكل الكشك بتاعي بعد ما قدمته. حطيت عليه شويه البصل من فوق. طبق يعني مش قادره اقول لكم يعني حلو ازاي. انا ما حطيتش اي حاجه عليه الا الملح بس، لان الشوربه فيها التوابل، فيها ملح، فلفل اسود، وحبهان وكده. فالشوربه يعني انا حاطه فيها الفلفل الاسود، انما انا حطيت عليه الملح بس. ده كان طبق النهارده. يا رب يكون عجبكم طريقتي فيه. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. كانت معاكم حمزة من يوميات ام العيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.